ده سي ام بانك عمل فترة عظيمة جدا بلقب الدبليو دبليو اي، قدم ماتشات جامدة وقصص مقنعة وبروموهات تاريخية، وفترته باللقب ممكن تكون هي الفترة الافضل في تاريخ الدبليو دبليو اي. بس سي ام بانك مش معانا في القايمة لان ده مش موضوعنا. انا مش جاي اتكلم على افضل الفترات باللقب، انا جايب لكم اجمد واكتر 10 مصارعين رفعوا من قيمة اللقب، فازوا باللقب وهو شبه ميت ورجعوا له هيبته من تاني. فسي ام بانك عمل فترة حلوة بس ما رفعش من قيمة اللقب لان اللقب وقتها اصلا كان جامد كده. بس قبل ما ابدا عايز اقول لكم رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وافتكروا ان شهر عباده، فلو وراك اي حاجه مهمه روح اعملها واسمع الفيديو في اي وقت تاني. وعايز اشكركم بجد على كومنتاتكم الجميله دي، بجد شكرا جدا ليكم، وشكر خاص لاخونا ذا لاست وان على دعمه وانتسابه في القناه، والراجل المحترم ده هو صاحب فكره الفيديو. فلو عندك اي افكار تانية اكتبها في الكومنتات وبس. صلي بقى على النبي ويلا نبتدي. رقم 10 ار كي برو يرفعوا من قيمة ألقاب التاج تيم. في 2021 مات ريدل بدأ يقرب من راندي اورتن ويحاول يكون معاه فريق، ومعظمنا كان متحمس لده لأنهم فكرونا بعظمة وجمدان ألقاب التاج تيم لما كانت مع راندي اورتن وإيدج، والفريق فعلا اتعمل تحت مسمى ار كي برو. راندي اورتن وريدل بجد كان عندهم كيمياء جامدة جدا، سواء بقى في الحلبة والتناغم الجامد بينهم والبروموهات اللي بيعملوها. نادرا أصلا لما تلاقي الإدارة بتخلي فريق تاج تيم يتكلموا ويعملوا بروموهات، ولكن ده حصل طبعا بسبب راندي اورتن. وبعد فترة اخيرا يفوزوا بألقاب تاج تيم رو، وكل العيون كانت عليهم، اللي هو اصلا قبلها ما كانش في اي حد مهتم بقسم التاج تيم. وحرفيا بدون مبالغة دول كانوا اكتر اتنين وقتها كنت بستنى ماتشاتهم، لانهم بجد مع بعض كانوا بيبهروني، وانا كنت محتار بينهم وبين الاوسوس، ولكن الاوسوس كنا مهتمين بيهم بسبب قصة البلاد لاين مش علشان قسم التاج تيم. فقول لي رأيك في الموضوع ده، شايف مين فيهم اللي رفع من قيمته الألقاب أكتر؟ رقم 9 رومان رينز يرفع من قيمة لقب اليونيفرسال. طيب في ناس هنا هتعترض، قسم هيقولك انت ليه اصلا حاطه في القايمة، والقسم التاني هيقولك ده محتاج مركز اعلى. هقولك ان انا فكرت كتير قبل ما حطيت رومان رينز في القايمة، لان بجد مش عارف هل رومان رينز رفع من قيمة لقب اليونيفرسال ولا اللقب هو اللي رفعه. بس لما فكرت فيها شوية كده لقيت ان اللقب ده من بعد كيفن اوينز ما شفناش ليه حاجة محترمة. من الاخر كده جولدبرج دفن اللقب لما فاز على كيفن اوينز في 22 ثانية، وبعدها بروك ليسنر اللي فترته كانت سيئة جدا، وبعد كده سيث رولينز وفترته كانت عادية، وبعدها بقى ذا فيند. وايوه بقى ذا فيند المرعب اللي الفينيشات مش بتأثر عليه، شخصية جامدة، خليفة الاندرتيكر، هيلعب ضد جولدبرج ويخسر منه في اقل من 3 دقايق. ايوه تم دفن ذا فيند ولقب اليونيفرسال من تاني، وبعدها جولد ضحك يخسر لبرون سترومان، وذا فيند يرجع اللقب تاني، لحد ما في الاخر رومان رينز دخل واخد اللقب وريحنا من القرف ده كله، وعمل فترة عظيمة جدا وعمل للقب قيمة. ومش هو بس اللي عمل للقب قيمة، انا بتكلم عن كل عضو في البلاد لاين، كل عضو حرفيا ساعد في بناء رومان رينز. وبالنسبة للقب الدبليو دبليو اي فهو من قبل رومان كان عالي. ويلا بينا على اللي بعده. رقم 8 توماس تشامبا ولقب الانكستي. تشامبا كسب لقب الانكستي في يوليو 2018 بعد ما فاز على أليستر بلاك، ومن هنا توماس تشامبا اتجنن بقى مهووس باللقب. في كل عرض كان بيقول ان لقب الانكستي اهم لقب في المصارعة كلها، كان مسمي الحزام جولدي وبيتعامل معاه كأنه لقب عالمي، وده خلى اللقب يتشهر اكتر والناس تهتم. اللقب قبلها ما كانش ميت ولا حاجة، كان كويس، ولكن تشامبا اخده المستوى تاني. تشامبا كان هيل عالمي بيعمل ماتشات تاريخية وبروموهات عظيمة، وغير عداوته التاريخية مع جوني جرجانو. فبجد تبا لتريبل اتش، ازاي يا حمار تفرط في موهبة كبيرة زي توماس تشامبا؟ انا مش هقول غير انا حقا اعترض. رقم 7 كريس جيركو وري ميستيريو لقب القارات. في 2009 كان عندنا عداوة من أجمد العداوات وقتها، عداوة كريس جيركو وري ميستيريو. جيركو كان عامل شخصية هي العظيمة، وكان دايما بيقلل من ري ميستيريو والماسك بتاعه، وميستيريو كان محبوب جدا من الجماهير، والماتشات بينهم كانت جامدة جدا وخلت الجماهير تركز أكتر على لقب القارات. والعداوة انتهت في النهاية بأن ري ميستيريو كسب لقب القارات. وأشوف كده ممكن أعمل فيديو عن العداوة دي، يعني قول لي رأيك برضو في الكومنتات. ويلا بينا على اللي بعده. رقم 6 ايجي ستايلز ولقب الدبليو دبليو اي بعد عداوة راندي اورتن وبراي وايت في 2016، لما براي وايت كسب لقب الدبليو دبليو اي في الانيميشن تشامبر، وراندي فاز بالرامبل واخد اللقب بسهولة جدا، وانتهت عداوتهم بأسوأ شكل ممكن. بالمناسبة انا عامل العداوة على القناة، عداوة حلوة بس النهاية للأسف وحشة. المهم في الاخر جندر مهال كسب اللقب وقدم لنا فترة ولا أسوأ، لانهم كسبوا اللقب مش علشان شايفين فيه حاجة، لا هم كسبوه علشان بس
بس الهند. الناس كرهت حرفيا لقب الدبليو دبليو اي، ولكن ايجي ستايلز اخد منه اللقب والناس رجعت تاني تهتم، ودخل في عداوات حلوه زي مثلا عداوته مع سمو جو اللي كانت مستمره من التي ان اي. فبصراحه ايجي ستايلز قدم فتره حلوه قوي باللقب. ويلا بينا على اللي بعده. رقم 5 بريت هارت ولقب القارات. اولا كده قبل بريت هارت اللقب كان مهم لانه كان مع اسماء زي راندي سافيج ومستر بيرفكت، بس اهميته كانت مرتبطه اكتر باسم المصارع نفسه مش بجوده الماتشات. ولكن لما بريت هارت فاز باللقب حوله من بطوله ميد كارد لحاجه كده زي لقب عالم حرفيا. عمل ماتشات عظيمه جدا باللقب والناس كانت بتستنى كل ماتش ليه، وبقوا مهتمين اكتر بلقب القارات لدرجه ان بريت هارت دافع على اللقب في المين ايفنت سمر سلام قدام اكتر من 80,000 متفرج، وده شيء نادر جدا انه يحصل مع بطولة ميد كارد. ازاي لقب القارات يقفل عرض كبير ويكون هو المين ايفنت؟ فدي بجد كانت حاجة جامدة جدا. وبعد ما بريت هارت خسر اللقب دخل على طول بقلب جامد على لقب الدبليو دبليو اف في نفس السنة. فلقب القارات كان مهم قبل بريت هارت، ولكن بريت هارت رفع اكتر من قيمة اللقب. صحيح، هو فين لقب القارات دلوقتي؟ تمام. رقم 4 مارك هنري ولقب الوزن التقيل. لقب العالم الوزن التقيل اللي اتمسح بكرامته الارض مع ابطال زي جاك سواجر اللي عمل فترة سيئة جدا باللقب، واللقب كل شوية يتنقل من مصارع للتاني لحد ما في 2011 مارك هنري فاز باللقب بعد تحوله للشخصية الهيل. كان بطل مقنع جدا، كان عامل شخصية هيل عظيمة بكل معنى الكلمة، قدم افضل ماتشات في تاريخه، قدم افضل بروموهات في تاريخه، كان جامد جدا على المايك بالشخصيه دي بالذات. وبالرغم ان فترته استمرت لكام شهر بس، الا انه قدم فتره عظيمه جدا باللقب ورجع للقب قيمته وهيبته من تاني. رقم 3 جونتر ولقب القارات. جونتر ظهر لأول مرة في العروض الرئيسية سنة 2022، بعدها بكام شهر بس فاز بلقب القارات بعد ما هزم ريكوشيه. اللقب قبلها كان بيتغير بسرعة، مفيش فترة محترمة باللقب، كان مع ناس زي سامي زين وريكوشيه، مفيش كتابة كويسة، مفيش عداوات محترمة. ولكن لما جونتر فاز الوضع اتغير تماما، مباريات كلاسيكية مع شيماس ودرو ماكنتاير وغيرهم، وأداء جونتر العالمي على الحلبة. ومن الآخر كانت فترة جامدة جدا، ورفع من قيمة اللقب وبقى صاحب أطول فترة بلقب القارات 666 يوم تقريبا. ويلا بينا على اللي بعده. رقم 2 ذا ميز ولقب القارات. بعد ما ذا ميز فاز باللقب من زاك رايدر الجماهير كانت زعلانه ومحبطه وقتها، لان زاك رايدر خسر اللقب بسرعه وملحقش يقدم بيه حاجه. بس ذا ميز لما فاز باللقب عمل شغل عالي قوي، خد اللقب في حته تانية، بروموهاته لوحدها بتتكلم عنه، بالذات البرومو اللي عمله في برنامج توكينج سماك اللي بالنسبه لي واحد من افضل واعظم البروموهات اللي شفتها في حياتي. ذا ميز رغم انه كان هيل وقتها الا انه كان بيقدم بروموهات مؤثره. وبرده حاجة من ضمن الحاجات المهمة اللي رفعت من قيمة اللقب طبعا عداوته مع دولف زيجلر. فميز من الاخر كده من اكتر المصارعين اللي رفعوا من قيمة لقب القارات، اقصد اكتر مصارع رفع من قيمة لقب القارات وعمل فترة لا يمكن تتنسي. رقم 1 طبعا الجريتست اوف اول تايم جون سينا ولقب الولايات. راسلمانيا 31 جون سينا يفوز على روسيف ويبقى بطل الولايات الجديد، ومن هنا ترجع قيمة اللقب من تاني. وفي نفس الوقت الناس رجعت تهتم بجون سينا. جون سينا اللي كان مكروه جدا وقتها، الناس قرفت منه ومن شخصيته، بس سينا المرة دي غير لانه قدم تحدي مفتوح كل اسبوع وماتشات تاريخية وكلاسيكية، ماتشات عظيمة مع ناس زي سامي زين وسوزارو اللي عمل اداء عالمي مع جون سينا. وغير ان سينا اصلا ادى فرص لنجوم كتير صاعدة زي سامي زين وكيفن اوينز. فالفترة دي بجد كانت جامدة جدا، واللقب كان في مستوى عالمي ما شفناهوش من ايام ايدي جاريرو في 2003. كان الضوء متسلط على البطولة بشكل كبير، فسينا قد من اجمد الايام في مسيرته حرفيا. ومش بس اللقب كان محتاج جون سينا، لا وجون سينا كمان كان محتاج اللقب ده. وبس ده كان فيديو النهارده، يا ريت يكون عجبكم، ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.